بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سلام أحبابي في الله، إن شاء الله تكونوا كامل بخير بصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم. بديت لكم بالسكر، إن شاء الله ربي يحل يمكم وتكون كلها سكر إن شاء الله يا ربي. اليوم البنات كنت صرف، يعني راجلي هو اللي صرف، ماشي أنا اللي مشيت صرفت، هو اللي صرف. وحبيت نشارك معكم القضيان نتاعو، يعني اللي صرفوا في هذا الشهر. المهم يعني هو اللي صرف وجاب لي الحوايج اللي يعني حوايج بزاف كنت استغنيت عليهم في هذا الشهر ما جبتهمش. ايوا المهم حبيت نشارك معكم هذا الفيديو، ان شاء الله كامل تستفادوا. وراح نجاوب ثاني واحد الانسانه اللي كتبت لي وقالت لي باش انت راه عندك عرس ماشي مصروف. انا نقولها ربي يهديك اختي، ربي يهديك، ربي يهديك ان شاء الله. واش من عرس يا اختي، هذا مصروف تاع الشهر، يعني انت ما كيش داخله على داري ولا واش ما على بالكش بخصوصياتي، ما على بالكش واش عندي واش ما عنديش، واش هو يعني واش عندي من اولاد في الدار، واش هو يعني راجلي شحال يتقاضى راتب. المهم يعني انا قلت لكم من البدايه كل واحد يمشي على قد بساطو، وانا نمشي على قد بساطي ونمشي على قد يعني جيبي، وعلى قد واش يخصني في الدار، وعلى قد ولادي واش يحتاجوا. هذه هي. انايا شاركت معكم مصروف، عطيتكم فكره، ماشي باش يعني نزوخ ونفوخ ونقول لكم انايا اني جبت ولا ما جبتش، ولا انا عندي ولا ما عنديش. المهم انا عطيتكم فكره المصروف. عندك مليون تقدري تصرفي قيمه مليون، عندك زوج تقدري تصرفي قيمه. المهم انت واش عندك، يعني واش هي الشهريه اللي عندك يعني اللي تقدري تشري بها حوايجك، يعني اللي يخصوك واللي تقدري توفري منها. المهم اختي انا ما نقول، انا واش نقول لك ربي يهديك. ولا كان عندك شي حسد ولا نفس في خاطرك خرجيها بعيده علينا، يعني روحي تلهاي بنفسك. ما كيش قادره يعني توفري، ولا ما كيش قادره يعني تكوني مراه ونص في دارك. يا اختي انا واش نقول لك يعني خاصك تدي الابر من هذه الفيديوهات، لازم تدي الحكمه من هذه الفيديوهات. حنا رانا ننشر الفيديوهات ماشي باش نقول لك انا واش راه عندي، انا ننشر الفيديو باش يعني نعطيك يعني فكره، مجرد فكره. الا بغيتي انت تاخذي بها اهلا وسهلا، ما بغيتيش تاخذي بها انت حره. المهم انا اعطيتكم فكره على مصروفي، وشاركت معكم يعني واش نصرف في الشهر، واش راني نوفر من مصروف، واش راني نوفر الكرتون رمضان، يعني تدابيري في المنزل وكيفاش ندبر داري شاركتها معاكم. هذه هي. يعني باش تقولي لي راه عندك عرس وعلاه هذا وعلاه كاع هذا التبذير، يا اختي وشكون اللي قال لك هذا التبذير؟ واش انت راكي عايشه معايا في داري؟ واش انت راكي طالع عليا في داري؟ واش من تبذير هذا؟ يعني انا شاركت معك مصروف، انا كتبت لك في الفيديو قلت لك مصروف الشهر، يعني ما قلت لكش انا عندي عرس ولا راكي تشوفي فيا نبذر. يعني المبذرين هما الشياطين، وانت يا اختي راكي تقولي في واحد الكلام كثر من فمك. يعني ودي يعني قبل ما تقولي ولا تعلقي بهذا التجريح وبهذا الكلام يعني البذير، ودي يعني قبل ما تهضري شوفي هضرتك وراها ماشيه. المهم انا واش نقول لك، انت باينه باش ما كيش قادره توفري في دارك، ما كيش قادره يعني ما كيش قادره ديري كيما حنا، ما كيش قادره ديري كيما انا، ما كيش قادره تكوني يعني مدبره منزل. راكي قاعده تفرجي في اليوتيوب وتشوفي في الاخر، يعني وقاعده تشوفي في الناس شها تنشر وشها ما تنشر. يعني نقول لك حاجه، المهم اهتمي بنفسك، اهتمي بدارك. يعني الا ما عندكش ربي يرزقك، الا ما عندكش ربي يرزقك، وإلا عندك ربي يزيدك، وإلا ما عندكش انا واش نقول لك ربي يرزقك. وشوفي راه يعني الانسان كما انا قلت لك يمشي على قد بساطو. يعني عندك مليون اصرفي قيمه المليون تاعك تقدري توفري منه، عندك مليون تقدر توفر منه، عندك 2 ملايين يعني في شهريتك تقدري توفري منه. المهم يعني باش تدخلي وتبداي تقولي كلام كيما هذا يعني ما تقوليهش، لانك ما كيش داخله على داري، ما كيش داخله على خصوصياتي باش تقولي واش راه ما كيش عارفه عائلتي شحال من يعني من انسان من عبد فيها، ما تقوليليش هذا الكلام. المهم انا حبيت نشارك معكم هذا الفيديو،
ونعطيكم يعني نعطيكم فكره على المصروف هذا تاع هذا الشهر. المهم يا البنات انا هذه المره راجلي زعما راك شفتوا هيك المره اللي فاتت انايا نشري كل شهر نشري 10 كيلو. المهم هذه المره جاب لي 10 كيلو الحمد لله. يعني راه قاعد عندي السكر من الشهر اللي فات. هذا الشكاره تبقى كيما هكاك تبقى مبلعه حتى تفرغ لي داك السكر. ونعاود كما اللي قلت لكم هذه الشكاره تاع السكر ما مانيش راح نفتحها، راح نخبيها ان شاء الله اليوم. السكر راح نشوف راح نزيد لكم. المهم هذه المره هو اللي صرف. شوفوا البنات هنايا جاب لي هذا المعجون، هذا النوعيه تاع المعجون. شوفوا انا شوفوا زعما راجلي يحب هذه الحوايج، يحب الحوايج تاع الزاج، يعني المعجون تاع الزاج، ما يحبش المعجون داك تاع القود. المهم هو شوفي المهم هذا المعجون يدير 12000 للوحده. كما راني قلت لكم هنايا البنات هذه جاب لي منها 4. كما قلت لكم هنايا هذه يدير 12000. هذه 12000 كما سبق قلت لكم. حنايا المصروف نتاعنا من الجمله، يعني حوالي الجمله زيد. المهم هنايا هذا شوف هذا حمص، هنايا هذا الحمص، هذا الحمص والله ماني عارفه شحال جاب لي كيلو. المهم نظن هادو 2 كيلو، نضيف 2 كيلو من هذا الحمص. وهنايا اللوبيا هذه اللوبيا انا كنت ديجا شمخت منها هذه اللوبيا. وهذا المهم هذه اللوبيا جابت لنا 2 كيلو. شوفوا هنايا البنات الطماطيش، انا الطماطيش نبغي هذه الطماطيش الحار. المهم شوفوا الطماطيش شحال جاب لي مقاطي، واحده 2 المهم 2 هاي 3 يعني شحال من كيلو. المهم جاب لي 3 كيلو 2 كيلو تاع الطماطيش. هاد 3 كيلو تاع الطماطيش. شوفوا المهم المصروف تاع الراجل تاع المراه ماشي كيف هو. شوف واش راه جاب، وزعما كنت انا ما نجيبش كيما هكا. المهم يعني تختلف بزاف الامور بين الراجل والمراه. المهم الملح جاب لي 2 تاع الملح، هادو 2 تاع الملح. وهنايا يا بنات الحليب، هنايا الحليب هذا حنايا نشربوا هذا الحليب. المهم هذا الحليب عند الجمله يدير 52,000. جاب لي واحده 2. هذه المره هو جاب لي 6. جاب 6. هنايا 6 حليب. يعني شحال فيه هو هذا 500 يعني 3 كيلو 3 كيلو 3 كيلو حليب. المهم هنايا يا البنات هادو 3 قهوة، 3 قهوة. المهم الصابون جاب لي انا صراحه ما يعني قلت له ما تجيبليش الصابون خاطر جبت المره اللي فاتت. هو هكاك جاب الصابون نساه وجاب هادو 2. جاب هاد 2 تاع الصابون. هذا الصابون هذا جاب هذا جاب 2 تاع الصابون. هنا كاين الجافيل المره اللي فاتت ما جبتوش، كان عندي يا اخي هاد المره جاب لي جافيل. المره اللي فاتت كان عندي ما جابليش، جاب لي هاد المره جافيل. كان جاب لي هاد الشوربه. انا صراحه شوفوا هاد الشوربه ما نبغيهاش، هاد الشوربه ابدا ما نبغيها. نبغي الشوربه تاع شوربه صابه هي الزينه صراحه، تجي خشينه وحتى كي طيبيها عندها غدا الذوق يهبل. انايا شوفوا ملي جيت انا نجيب غير وحده، ما نجيب 2. المهم هو جاب 2 من هذه.
المعجنات، جاب لي هاد المعجنات، جاب لي 4 من المعجنات. هذا المعجنات هنايا، هاد جاب هاد السباكيتي. انا كون مشيت انا نجيب 4 لان انا ولادي يبغوا بزاف المعجنات، يعني يبغوا بزاف هاد المعجنات. جاب لي منهم 2. وبالنسبه للزبده البنات جاب لي هذه 16. هو يبغي هذه، انا راجلي يبغي هاد الزبده هنايا. جاب لي هاد الزبده. المهم يا البنات زينه هاد 16 صراحه. المنتج الاول المذاق تاعها يهبل. هذه 16 صراحه مليح، والله ما على بالي شحال دير. المهم هي خاي من لابيل، خاي من لابيل وخاي من الصوت. الخل انا كان عندي الخل، جاب لي الخل، جاب لي 2 نتاع الخل. انا ما قلتلوش جيب لي. المهم شوفوا البنات الحوايج اللي استغنيت عليهم ما كنت تشوفوا داك. المهم جاب لي هادو 2 خميره. هاد الخميره 2 تاع خميره. هادي الهريسه جاب لي هاد النوعيه. انا صراحه نبغي النوعيه الاخرى تاع الهريسه. هذا هو البنات المصروف تاعي. هذا هو المصروف، هذا هو. شفتوا البنات، يعني شوفوا شحال، يعني هذا المره يعني شحال من حوايج ما جبتهمش باش تشوفوا يعني التوفير. يعني كما شفتوا المره اللي فاتت كنت شاركت معكم حوايج تاع الغساله، يعني الحوايج نتاع الغسيل كنت. المهم دوكا كامل يعني كما السمن ما جابليش، الصابون تاع الماشينه ما جابليش، صابون اليدين ما جابليش، الاخر المهم النشافات، هذا الحوايج كامل ما جابليش. السرابيت نتاع اليدين ثاني ما جابليش. المهم حوايج هذوك كامل كانوا عندي. المهم شوفوا يا البنات يعني شحال. وما نحكوش على الخضره، حنايا الخضره انا الخضره ما نبغيش نشاركها معكم. الخضره يعني هذيك تاع كل اسبوع. بالنسبه ثاني الحوايج نتاع كما نقول حنايا اللحم ثاني، هذاك ثاني يعني مع الخضره، الفاكهه مع الخضره. المهم حنا نحكوا على المواد الغذائيه اللي هما يعني نحتاجوهم بزاف، يعني كما الفطور تاع الصباح. هاد الحوايج يعني الحوايج الجافه اللي نسحقوهم بزاف في الدار. المهم دوكا انا يا شهر ما راحش نصرف هاد الحوايج كامل، راح نقعدوا لي وان شاء الله راح نزيد نوفر لقفة رمضان ان شاء الله باذن الله. كارطون رمضان راح نقول لكم واش راح نزيد نوفر لقفة رمضان. البنات كنت نسيت جاب لي هذه المره جاب لي 3 نتاع طون 3 طون. المهم هذا هو القضيه نتاعي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، ان شاء الله تكونوا كامل يعني اديتوا فكره عامه على المصروف نتاع الشهر. هو المصروف تاع الشهر هو هذا هو اللي يدي الصراحه، يعني يدي التكلفه نتاع الراتب الشهري. يعني الراتب الشهري لازمنا يعني نقتصدوا فيه بهذه الحوايج. الخضره يعني ماهيش غاليه بزاف، الخضره كما تروحي بالسوق تقدري تشريها عادي. كما نقول حنايا الحوايج تاع اللحم، الدجاج الاخر، هذوك الحوايج راهم يعني باينين، يعني تشريهم يعني مع الخضره والاخر. بصح الحوايج اللي لازم تشريهم في يعني في ذاك يعني في المصروف تاع الشهر، يعني في الشهريه تاعك، هذا هو الحوايج. المهم ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ان شاء الله تكون ديتوا فكره. واذا عجبكم الفيديو ما تبخلونيش بالاشتراك في القناه، ويا ربي ان شاء الله تكون قناتي تعجبكم وتدوا منها افكار. وان شاء الله انا يعني ديما يعني نحب يعني نشارك معكم وصفات، نشارك معكم قضيان، نشارك معكم كرتون رمضان، نشارك معكم يعني الحصاله، نشارك معكم يعني روتينات هكاك يعني في الطبخ.
ان شاء الله تعجبكم قناتي، وان شاء الله توصلوني، ديروا لي حملة توصيل ان شاء الله ل10,000 مشترك فضلا وليس امرا. اشتركوا في قناتي، فعلوا عندكم زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونقول لكم نحبكم بزاف وخليتكم في امان الله، وربي يحفظكم ان شاء الله، ونقول لكم سنة جديدة سعيدة عليكم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، ربي يشفي كل مريض، وربي ان شاء الله يرزق كل محروم، وربي ان شاء الله يا ربي هذه السنه تكون فيها الخير عليكم يا رب العالمين. ان شاء الله تكون فيها الخير عليكم، ان شاء الله تحققوا فيها كامل امنياتكم، ان شاء الله تحققوا فيها الحوايج اللي ما حققتهمش العام اللي فات. ربي يطول عمركم ان شاء الله، ربي يخليكم والديكم، ربي يحفظ لكم كل ما تحبوا، واللي والديها ميتين ربي يرحمهم، وربي ان شاء الله يرحم والدي ويرحم كامل موتى المسلمين، واللي عندها امها ربي يحفظها لا، ربي يحفظ لي امي ويحفظ امهاتكم ان شاء الله يا ربي. المهم يا ربي يا ربي يا ربي، اذا كانت عندي دعوه عندك، كل انسان في هذه الدنيا محروم اعطيه، كل انسان في هذه الدنيا راه يعني مريض، ربي شافيه ان شاء الله يا رب العالمين، ربي يحقق لكم امنياتكم، ونقول لكم لا لليأس ابدا. يعني اللي راه يعني عنده ضيق نقول له اصبر، وربي ان شاء الله يفرج عليك في اقرب الاجال ان شاء الله. اللي راه في قلبه حاجه ربي ان شاء الله يقضيها له. المهم هذا، وش نقول لكم خواتاتي، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا، ونحبكم بزاف، ربي يحفظكم ليا، ربي يحفظكم، يعني ربي يحفظكم ليا ان شاء الله. والله العظيم تفرحوني وتفرحوني يعني بتعليقاتكم، ان شاء الله تكون فدتكم. سنة جديدة سعيدة ان شاء الله يا ربي، دخل عليكم بالصحة والعافية ان شاء الله، ونقول لكم في امان الله حبيباتي.